السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يا صباح الورد والفل والياسمين، يا صباحكم أبيض زي قلوبكم. تعالوا بينا نشوف التورتة الحلوة الجميلة دي هنزوجها ازاي النهاردة. دي كوباية كريمة ونص كوباية سكر نقصنا منهم معلقة، ونص كوباية لبن متلج، او لو مش حابة تعملي اللبن ممكن تعمليها مية متلجة. مش هنسيب المضرب الا لما القوام بتاعها يتقل معانا ويبقى حلو عشان تنشط معاكي بسرعة. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، اللي انت تشوفيها تحسها ان هي طريه، لكن هتنشط معاكي وهتهش بسرعه وتبقى حلو. زي ما انتوا شايفين كده تعمل معاكم منجار حلو كده. حطينا ورق الفانيليا، ومعانا معلقه كبيره كاكاو خام، هنديها لو حابه تعمليها كافيه بالشوكولاته كلها يعني. حابه تعمليها بيضه كده هتسلم ايديك وعينيك مقدمه. طبعا نلم حواف البوله بتاعتنا حلوه كده عشان الحروف حلوه كده. هنضرب تاني لغاية ما كلها تتقلب في بعضها وتاخد اللون الحلو ده. لو عاوزة تغمجيها شوية عن كده على حسب ذوقك، وانتوا كلك ذوق يا حبيبتي. شوية الشوكولاتة دولت معاهم ربع كوباية، اقل من ربع شوية زيت، وهنحطها على نار هادية خالص مع التقليب مستمر. ما تسيح مننا تفك حلو كده، هنزلها تبرد شوية عشان نزوج بيها. طبعا انا عملت معاكم التورتة دي قبل كده على القناة. اللي حابب يعرف الطريقة هيشوف الفيديو ورا. ديت طبعا هنحط بين طبقة وطبقة كريمة كده. انا محبتش اعمل معاكم بكيس حلواني ولا حاجة، حبيتها اعمل باي حاجة عشان المتوفر عندنا في المطبخ هنعمل بيه. لو سكينة المطبخ العادية هنفرد بيه. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، بين طبقة وطبقة بنعملها شربات بالفرشة كده، مية بسكر خفيف ومش كتير. طبعا بعد ما زوجناها حلو كده لفناها بالكريمة حلوة كده هنزوجها. ويا رب يحسن ما بين ايديك وما بين عينك يا حبايبي. تعملي الريزوتات بتاعتها بقى. لو حابه تعملي الشوكولاته على سطحها قبل الريزوتات كده تنزل من على الحروف عادي، بس انا حبيت اعملها كده. تعملي الريزوتات بتاعتها خفيفه كده، صغيره كبيره على حسب ذوقكم حبايبي. ما نحرمش منكم يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هنلفها كلها، تعملي الريزوتات بتاعتها شكلها زي ما انت عايزه بقى. في دي معاكي كام بلبله للمضرب. انا حبيت اعمل بديت اللي احنا بنعمل بقى بلح الشام. هي اصلا بتعمل وردة حلوة. طبعا انا كنت عاملة ناحية فيها فروغات كبيرة بينها وبين بعضها، عدت عليها تاني. معلش بقى يا ولاد على جد. وطبعا الشوكولاتة بتاعتنا عاملينها على النار بردت. هننزل بالشوكولاتة في قلبها. تعملي وردة الاول حلوة كده. ولو انت حابة تعمليها بالكريمة بس، ليها كام طريقة هتفرحي بيها ولادك في البيت. والله سهلة وبسيطة وهتاكلي وهتشبعي منها انت وولادك. مش هتضطري تشتريها ب300 400 جنيه على الاسعار الخيالية اللي انا بشوف. لا اله الا الله. طبعا يا حبيبي هتحط لها الطبقة ديت شوكولاتة. لو مش حابة تحطها شوكولاتة وعايزة تعملها كريمة بيضة بالفراولة بالفواكه، على حسب ذوقكم يا حبايبي، وانتوا كلكم ذوق. طبعا الشوكولاتة دي كده هنزوجها بيها على الروزيتات بتاعتنا ديت كده. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا اعجاب واشتراك بالقناة. هي احلى واغلى متابعين واغلى اخوات. لا اله الا الله. هنحط بقى شوية شوكولاتة برضو كور من البيضة دي الصغيرة، تديها شكل شوية مع الشوكولاتة بتاعتنا دي. مش هتلاقي احلى واطعم من كده وانضف من كده في بيتك. ولو لو حابة تعرفي الطريقة هتخشي على الفيديو من ورا هتجيبيها. ترجعي للقناة من كام فيديو كده ورا هتبحثي عنها هتجيبيها.
لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده، حتى انا الحاجات ديت كده بتيجي من عند العطار، اللي انت حباه كله هتجيبيه من عند العطار. شوكولاته في المصلة ماشي، اللي انت حباه. لا اله الا الله. زي ما انتوا شايفين يا حبيبي كده، ايه رايكم فيه؟ متنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناه يا احلى واغلى اخوات. لو عجبتكم التورته اكتبوا لي في التعليقات. لا اله الا الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي مقدما. تعملوا الاحسن يا رب. تنسوش الاشتراك بالقناه، لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يا رب امسح على قلبي حين أنزعج، وحين أغضب، وحين أتألم، وحين ترى أن حيلتي ضعيفة. يا رب هب لي من لدنك فرحة، فإن لا قوة لقلبي إلا بك. ربي أسألك بعظمتك ألا تجعل للحزن مكانا في قلوبنا، وإن ضاقت بنا الأحوال يوما وسعها لنا برحمتك. يا رب بشرنا بشارة خير في أيامنا القادمة، تفرح بها قلوبنا وننسى بها همومنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.